السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده الزمالك كسب الإسماعيلي 2-0 بعد مواجهة كانت مثيرة للجدل. النهارده الزمالك بيكسب الإسماعيلي 2-0 بطول الروح. يعني الزمالك النهارده أدى أداء ليس جيد، وأدى أداء مش هو نادي الزمالك، يعني مش يعني مستوى أداء لا يليق بنادي الزمالك تماما. يعني نادي الزمالك مش هو نادي الزمالك اللي نعرفه. يعني نادي الزمالك بطلوع الروح بيكسب 2-0 رغم المستوى السيء والمدير الفني السيء والإدارة السيئة وكل اللعيبة اللي لا تليق انها تلعب في نادي الزمالك. النهارده نعلق على شوية لعيبة لعبت النهارده في الماتش. أول لاعب وهو نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا بعد ما جاب الجون احتفل أو بمعنى صح، يعني هو بعد الجون شاف نفسه اللي هو التوب. دونجا ولا بيعرف يلعب، ولا بيعرف يلبس كورة، ولا بيعرف يعمل أي حاجة. هو بيحب ياخد اللقطة، وده رأي ناس كتيرة جدا زملكاوية. بيحب ياخد اللقطة. مش عارفة اقول ايه اكتر من كده، بيحب ياخد اللقطة بجد. والله دونجا بيحب ياخد اللقطة. ليه؟ كام انذار خده في الدوري المصري؟ المعلق قال ايه؟ قال 5 انذارات في 11 جولة. ده معناه ايه؟ ده معناه انه بيحب ياخد اللقطة. الكاميرا لما بتيجي عليه تعرفين حضراتكم ان الكاميرا بتيجي على اللي بياخد انذار، فهو كمية انذارات. يا جماعة دونجا بيحب ياخد اللقطة. انا بس عايز اقول للناس دونجا بيحب ياخد اللقطة، متعصب، بيحب يشد على الحكم، ياخد انذار في التاني في التالت لحد ما يطرد اصلا ويتوقف. يعني يا جماعة، يعني دونجا مش ولا خط نص عدل، ولا ما حدش يقول لي بس على التسديدة اللي شاطها. تسديدة اصلا في الخيال. بس ده اصلا يعني دونجا كان عايز لو يشوطها في الحته دي بالذات. لا خالص، كرة جت معاه لطشه كده جون. فجون مش يتحسب لدونجا. الصراحه دونجا ما عملش حاجه الماتش ده. فيعني انا شايف ان دونجا لن يستحق ان هو دونجا مش يستحق الكميه. يا جماعه بيحب ياخد اللقطه بجد، والله بحب اخد اللقطه بجد. فده رايي على مباراه دونجا ذات نفسه في مباراه نادي الزمالك. يحب ياخد اللقطه. وده راي ناس كتير مش رايي انا بس. ولا خط نص، ولا ما بيعرفش يلعب اصلا. ده رايي المناسب ولا يليق باسم نادي الزمالك. اللعبه تاني احمد زي زيزو بالمستوى ده ما ياخدش جنيه. عذرا ان انا زيزو من الشخصيات اللي بحبها الصراحه، بس بالمستوى ده لا يليق بنادي الزمالك وما ياخدش جنيه اصلا. ياخد بقى ارقام الناس اللي فاتت، ياخد بقى ارقام 2010 100,000 جنيه مش عارف ايه. يعني بركات مثلا وابو تريكه كانوا بياخدوا الارقام دي، وارقام مش كانت تليق بيهم. كانوا لعيبه جامدين جدا وبياخدوا بال100,000 جنيه بس، ولا 200,000 جنيه بالكتير، 500,000 جنيه بالكتير. ولو لاعب توب قوي مليون جنيه بس. ده الاجنبي بيجيب يعني اعذروني، يعني بيجيب 100,000 جنيه بس، 100,000 دولار، اسف، 100,000 دولار. بيجيب الدولار بس رقم صغير، 100,000 دولار. فيعني انت زيزو ما قدمتش حاجه اصلا في الملعب. يعني انا عذرا يا زيزو، انت من اللعيبه اللي انا بحبها قوي الصراحه. زيزو من اللعيبه اللي انا بحبها قوي. زيزو يا جماعه ما قدمش حاجه النهارده بجنيه. ما لعبش كروس عدل، ما شاطش فاول عدل، ما لعبش ضربه ركنيه ترضي ربنا يعني تليق بيه اصلا. ما لعبش حاجه، يعني مش كان ليه دور في الماتش. كان الزمالك بيلعب ناقص، والله. زيزو بعد مشكله التجديد مش هو زيزو. والله بالمستوى ده ما هيروح المنتخب، خدوها مني. والله بالمستوى ده مش هيروح المنتخب، مش هيروح. بس قول لي ازاي ده زيزو يا عم؟ لا والله ما هيروح المنتخب بالمستوى اللي احنا شايفينه ده، مش هيروح المنتخب. وده رأي ناس كتير على فكره، مش رأيي انا بس. والله بالمستوى ده ما يروح المنتخب. فزيزو مش هو زيزو بعد مرحله التجديد. فزيزو يعني بالمستوى ده ما ياخدش جنيه الصراحه. يعني ده رايي على احمد سيد زيزو اللي ما عملش ولا اي حاجه النهارده في مباراه الزمالك و الاسماعيلي. ثالث لاعب هو محمد عواد، الحارس اللي بعد السوبر الافريقي والسوبر المصري 0. ده رايي وده راي ناس كتير. وكمان عواد النهارده كانت في كوره كده. عواد يا جماعه ما صدش ولا كوره الا كورتين 3. انا ده لما بتلاقيه بيتحرك شغل عواد في الماتش يبص على الكوره، او يبص كمان على الماتش. يعني يبص على الماتش كانه متفرج زينا.
ما صدش ولا كوره الا كورتين 3 4 بالكتير 5. فما عملش اي حاجه. يعني محمد عواد بعد السوبر الافريقي والسوبر المصري ضاع كانه خيال وراح، وبان في حياته في الدوري المصري. يا جماعه عواد مش هو عواد بتاع الماضي. والله عواد مش هو عواد بتاع الماضي، والله انا ده رايي. فعواد مستواه نزل جدا 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 لما يعني بعد مباراه السوبر الافريقي المصري بالذات. مش عواد اللي هو عمال يصد ضربات جزاء من الاهلي وصد ضربات جزاء من يحيى، صد من لعيبه كتير جدا من النادي الاهلي، واحنا شفناه افريقي بقى مصري، سوبر افريقي سوبر مصري، شفناه بصوره جيده جدا. كان من افضل حراس مصر على فكره وقتها في سوبر افريقيا والسوبر المصري. لكن دلوقتي صفر يا عواد، صفر بجد. ماشي، ده تعليق على عواد. التعليق الاخير بقى، اللاعب اللي علق عليه اللي هو اللاعب الاخير مين يا جماعه؟ سيف الجزيري. سيف الجزيري سلفني العب يعني سلفني فلوس العب لك بجديه، زي موضوع زيزو على فكره. زيزو يعني موضوعه كده، سلفني فلوس اعمل لك اللي انت عايزه، هطلع لك التوب. نفس الكلام للجزيري. الجزيري يا جماعه ما بيقدمش بجنيه يا جماعه. حسام اشرف احسن منه، ناصر منسي احسن منه، اقول مين تاني؟ سامسون، قصدي يعني سامسون اكينيولا، اللاعب اللي كان كل جمهور الزمالك قال ده مسلسل اصلا، مسلسل سامسون اكينيولا. والله اكينيولا احسن من الجزيري 3 والله العظيم، احسن من الجزيري. سامسون اكينيولا على الاقل ما بيلعبش على الواقف، الجزيري بيلعب على الواقف. كرة تجيله ويشوط زي شيكابالا، مستني الكرة كده تجيله كأنها خدامة عنده والله، تجيله لحد عنده ويشوطها جون. افرض بقى كانت جون كمان مش جون، بتطلع مش جون على فكرة. فحاجة غريبة جدا والله ان الجزيري مش بتاع زمان، مش الجزيري الدولي اللي بيلعب في منتخب تونس، المهاجم اللي كان في الصفاقسي التونسي، كان يا جماعة مهاجم من المهاجمين الرائعين جدا لنادي الصفاقسي التونسي. فده رأيي على نادي الجزيري، فده رأيي على سيف الدين الجزيري. فمعظم لعيبه نادي الزمالك ما قدمتش بجنيه النهارده، وفوز ليس مستحق، هو فوز ليس مستحق، وفوز ليس مستحق، يعني فوز وسط. الزمالك ما يستحقش انه يكسب ولا ما يستحقش انه يكسب، فيعني تقدر تقول كده 50-50. بس الاسماعيلي والله قدم مباراة رغم انه ما يعني عنده امكانيات بسيطة، بس بيقدم بيديك صورة كويسة. لعب مباراة من افضل مبارياته في الدوري المصري رغم الخسارة. لكن هارد لك نادي الاسماعيلي اللي بيمر بفترة صعبة جدا اخر ايامه، يعني بيمر بفترة صعبة اخر الايام. ده على نادي الزمالك اللي عنده مباراة يوم الثلاث مع مين، مش عارف مع مين الصراحة. اعتقد مع يعني مش عارف والله هو مع مين الصراحة، بس هو هيلعب يوم الثلاث في نفس اليوم اللي الاهلي هيلعب فيه غزل المحلة الساعة 7. الزمالك هيلاعب فريق الساعة 4 بس مش متذكر الصراحة اسمه ايه. فده كان كلام على لعيبة الزمالك النهاردة اللي ما قدمتش الصراحة مستوى كويس. دونجا اللي عامل لي خط نص بقى عامل شغل عالي، انت مش خط نص يا دونجا، ده تخيل في دماغك. دونجا مش هو يعني يا جماعة، دونجا مش لا يليق نادي الزمالك، لا يليق. فده كان كلامي على نبيل عماد دونجا وكل اللعيبه. زيزو بقى اللي عايز اللي مش ياخد جنيه اصلا الكلام ده يعني. كده خلصنا حلقتنا. كل التوفيق للانديه المصريه، كل التوفيق للزمالك والاهلي، كل التوفيق يوم 22 فبراير من اقوى الحلقات اللي هنعملها. كان معكم مازن حسن. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. صحيح مش هيفيدكم لكن هيفيدني انا. كان معكم مازن حسن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعايز اخبر بس الناس اللي مش الكومنت بس مش فاتح، هو بس نظام اليوتيوب عامل كده عشان بس الكومنتز انتوا بس عارفين، مش عارفين ليه ان الكومنتز مقفوله. فانا بقول لحضراتكم الكومنتز مقفوله ليه، عشان السبب ان اليوتيوب هو اللي مستقبل الكرايتر بتاع اليوتيوب. كان معكم مازن حسن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.